قبل بداية الفيديو ندعوكم إلى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكل قاطع صحة الإشاعات التي تداولت مؤخرا حول نية وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني تغيير مساعده رشيد بن محمود، إلا أن الطاقم التقني سيتم تدعيمه بدلا من الأطر على مستوى الإعداد البدني والمساعدة على قراءة الخصوم. وأكد مصدر مسؤول داخل الجامعة أن بن محمود سيواصل مهامه كالمعتاد ضمن الطاقم التقني للمنتخب الوطني، وأن وليد الركراكي لا يعتزم استبداله بأي شخص آخر. ويأتي هذا النفي الرسمي ردا على الأخبار المتداولة التي ربطت خيبة أمل كأس أفريقيا الأخيرة بتغيير محتمل في طاقم المنتخب، خاصة بعد قيادة بن محمود الأسود الأطلس في مباراة زامبيا بسبب عقوبة الركراكي. واجتمع مدرب المنتخب المغربي مع مدرب المنتخب الأردني الحسين أموتة اليوم في لقاء جمع الطرفين بعدما طرح اسم الأخير ليكون مع الركراكي في المنتخب الوطني في الفترة المقبلة بعد نجاحه مع النشامة في كأس آسيا وفشل وليد مع أسود الأطلس في كأس الأمم الأفريقية. وإلى جانب التأكيد على استمرار بن محمود لم تطرح أي أسماء أخرى لشغل منصب مساعد الركراكي الذي يشاركه غريب أمزين في هذه المسؤولية.